اهلا بكم متابعين القناه. خلونا نبدا في قصتنا على طول. انا اسمي محمود. حياتي كانت طبيعيه جدا لغايه ما جالي مكالمه من امي بتقول: الحق يا ابني، اخوك عمر بيقول ان كان في حريقه في شقته. هو الحمد لله ما حصلوش حاجه. انا نسيت اقول لكم ان انا طالب في كليه تجاره، وطبعا اول ما سمعت حاجه زي كده سبت الكليه على طول وجريت على بيت اخويا اللي بالمناسبة خليني أكلمكم عنه شوية. هو اسمه عمر، أخويا الكبير. بيشتغل مع أبويا في محل القماش بتاعه، ومؤخرا قرر إنه يفتح المحل بتاعه، محل قماش برضه. أول ما وصلت عند بيت أخويا لقيته واقف في الشارع، وحسيت كده إن هو مش زعلان أو مش متضايق، هو بس كان خايف أو مرعوب من حاجة معينة. لقيت الناس كلها نازلة من بيته بيقولوا ان هم خلاص قدروا ان هم يطفوا الحريقة، وكلهم اطمنوا عليه وان هو الحمد لله النار ما لمستوش. بس انا كنت قلقان على اخويا في حاجة تانية خالص. في اخر شهر هو تصرفاته كانت غريبة جدا، كان بيعمل حاجات تقلق منه بصراحة. يعني مثلا في اخر شهر ما كانش بيكلم اهلي خالص، كان كل تصرفاته من دماغه. تقريبا في اخر شهر ما اتصلش بابويا وامي غير مرة او مرتين، وانا تقريبا بقالي شهر ما كلمتوش خالص. ما اعرفش ليه كان بيعمل كده. قال لي انا الحمد لله كويس، بس خليني اطلع البيت اطمن على حاجه. قلت له ماشي. طلع البيت، غاب بتاع دقيقتين ثلاثة ونزل قال لي الحقني يا محمود، انا في مصيبة. انا قلت له ايه مالك؟ احكي ايه اللي حصل، في حاجة حصلت لك من الحريقة؟ قال لي لا لا مش من الحريقة، انا هحكي لك على كل حاجة. من قيمة شهر كده بدأت أعمل إعلانات على السوشيال ميديا علشان أعرف الناس بشغلي وأعرفهم إن أنا عندي ببيع قماش وحاجات زي كده، لغاية ما في حد تواصل معايا فعلا وقال إن هو وارث عن أبوه محل قماش ومخزن قماش، بس هو مش فاهم في التجارة دي وعايز يبيع القماش كله على بعضه، لكن عايز يسيب المحل احتمال يفتح فيه مشروع تاني، وإنه أنا لو معايا الفلوس كاملة كاش هيديني القماش كله بنص السعر. فانا فرحت جدا، ولقيت ان دي هتبقى احلى حاجه ابدا بيها مشروع جديد المحل بتاعي، وده هو ده اللي هيخليني اكبر بسرعه ويبقى معايا فلوس اكتر. وفعلا وصف لي المكان اللي للاسف كان مكان بعيد قوي قوي قوي، في مكان يعني من الارياف، بدائي شويه. يعني انا ما اقصدش اي حاجه، بس هو المكان ما كانش فيه شوارع، كان عباره عن مجموعه حواري. اقرب بلد تعتبر كبيره شويه على بعد ساعه مشي منهم. بس انا برضو قلت لو الكلام طلع حقيقي وان انا هشتري القماش اللي موجود في الصور اللي هو بعتها لي بنص السعر فعلا، انا هعمل اي حاجه. وفعلا وصلت لغايه هناك، بس بدأت المشاكل. هو كان شارح لي المكان بتاع المحل والمخزن بالتقريب كده. قال لي هو ليه زي علامة مميزة، هتلاقي يافطة كبير عليها اسم المحل، والنور اللي بينور اليافطة باللون الأخضر. فأنا قلت له تمام. بعد ما وصلت البلد اكتشفت ان انا للاسف موبايلي فصل شحن، وقعدت اسال كل الناس اللي كانوا ماشيين، محدش كان يعرف ان في محل قماش فاتح في البلد هنا اصلا. انا بصراحه اتضايقت جدا وبدات ان انا ايأس، واللي زود احباطي اكتر ان الليل ليل وانا ما بقيش عارف الشوارع من بعضها، وبدات امشي واخبط في الشوارع كده زي ما بيقولوا، وكنت عايز اوصل لاقرب بلد علشان اركب عربيتي واروح. لكن اللي حصل لقيت راجل كبير شويه في السن، دقنه طويله قوي، بيخبط على كتفي. بيقول لي مالك يا ابني، انا حاسك متضايق، وعلى فكره انا ملاحظ ان انت تايه، لان دي تالت مره تعدي فيها من قدام بيتي هنا. فانا قلت له هو الحقيقه ان انا فعلا مش من البلد، انا كنت جاي عشان اشتري قماش من محل هنا عندكم. قال لي لا يا ابني، مفيش هنا محلات قماش خالص. انت طب اسمه ايه طيب اللي اتكلم معاك؟ فقلت له تصدق انا ما سالتوش عن اسمه فعلا، بس خلاص انا هروح. قال لي طيب تمام يا ابني. طب هو انت ليه فجأة كده قلت لخطيبتك ان انت مش هينفع تكمل معاها، رغم ان هي كانت بتحبك جدا وانت عارف؟
وليه انت لغاية دلوقتي زعلان من الموقف اللي حصل لك وانت صغير لما جالك حد وكان هيخطفك؟ يا ابني الكلام ده فات عليه 20 سنة، انت ليه لسه متضايق من حاجة زي كده؟ فانا كنت ساكت ومرعوب من اللي هو عمال يقوله. انا فعلا الحاجات دي كلها حصلت لي. بس هو عارف منين؟ وبدأت اقول له ان انت عرفت الكلام ده منين؟ انت انت اكيد مش بني ادم. انت مين اللي قالك على الحاجات دي كلها عني؟ انت مراقبني بقى، انت اللي كلمتني وبعت لي وبتقول لي على قماش. قال لي لا لا، انا قماش ايه بس؟ لا انا مش بتاع قماش خالص. انا على فكرة ما عنديش مانع اعلمك انا بعرف الحاجات دي ازاي، بس للاسف يا غلبان انت ايامك معدودة. قلت له انت بتقول ايه؟ انت بدأت تتخرف بقى كمان. مين ده اللي هيموت؟ وسبته ومشيت. قال لي طب بص، خلي رقمي معاك في الورقة دي وخليها معاك جايز تحتاج لي، وخلي بالك انا عندي الحل، او انا بصراحة عندي الحل لأي مشكلة. سبته وطلعت امشي ووصلت فعلا للبلد اللي انا راكن فيها عربيتي، وركبت العربيه. بس انا مش قادر ان انا اسوق، انا راكب العربيه مرعوب. انا مش عارف هو جاب التفاصيل دي كلها عني ازاي. وهو لو عارف حاجه زي كده يبقى ممكن يعرف ان انا قربت اموت فعلا. بس لا لا، ده حرام اللي هو بيعمله ده، واكيد ده مش صح. اكيد الراجل ده مخاوي ولا عليه جن ولا اي حاجه. انا لازم مجيش البلد هنا تاني. كان يوم اسود يوم ما جيت هنا اصلا، ومستفدتش اي حاجه. انا انا هروح دلوقتي واحاول ان انا انسى اي حاجه حصلت. وفعلا انا روحت وطلعت بيتي. بس انا بصراحه ما عرفتش انام. ما هو برضو هو عارف كل الحاجات دي عني، يبقى موضوع ان انا قربت اموت صح. لان خلي بالك هو مش مراقبني، لان اصلا الحاجات اللي هو قالها دي كلها محدش يعرفها غير انا بس. انا انا قعدت افكر لدرجه ان انا ما نزلتش المحل من ساعتها، بقالي بتاع يومين. وبقالي يومين برضو مش عارف انام. انا انا بصراحه اتصلت على الراجل ده تاني وقلت له هو انا فعلا هموت قريب. طب انت ازاي عرفت؟ ولو انت عرفت ازاي هتساعدني في حاجة زي كده؟ هو حد بيقدر على القدر غير ربنا؟ قال لي ونعم بالله طبعا، بس يعني احنا ممكن نأخر الموضوع شوية. قلت له استغفر الله العظيم يا رب. طبعا ما ينفعش، كله مقدر ومكتوب ومفيش حد يقدر ان هو يحيي او يموت بني ادم. ربنا واحد بس اللي يقدر. ربنا هو بس اللي قادر على كل شيء. انت كافر وملعون، والكلام اللي انت بتقوله ده غلط وحرام وكفر. انا اللي غلطان اصلا ان انا اتصلت بيك تاني. وقفلت في وشه السكة. وعدى يوم واتنين وتلاتة. بس بصراحة انا مش عارف اعيش. بصراحه مش عارف اعيش. انا مرعوب. انا الناس بقى بتاخد بالها ان انا بكلم نفسي من الخوف. انا اتصلت بيه تاني وقلت له يعني انت عايز ايه يعني؟ هو قال لي ايوه كده تعجبني. بصراحه على فكره انا زيك. انا وانت هنسمع كلامهم. ودول اوامر يا ابني، احنا لازم ننفذها. انت شغلانتك بسيطة جدا جدا جدا. يعني لو حد عايز ان هو يوصل لي، انت هتوصله بعربيتك لغاية بيتي وبس، وهتستناه لغاية ما يخلص وتوصله تاني لغاية اول البلد. شفت اسهل من كده؟ وما تقلقش من اي حاجة. ويا سيدي لو مش عايز تدخل بيتي ما تدخلش، بس لو حبيت انت تدخل ما تعلقش على اي حاجة بتحصل. وعلى فكرة الناس اللي هيجولي كلهم مش من اهل البلد طبعا، بالعكس ده اغلبهم هيبقى جاي من محافظات تانية. انا انا بصراحة وافقت. هو ما طلبش مني اي حاجة فيها كفر بربنا. لا هو طلب مني ان انا هوصله بالناس اللي هم بيفكروا في اي حاجة غلط بقى، اللي هم شايفين انه مفيش حد يقدر يساعدهم غير الدجال النصاب ده. اللي بالمناسبة عرفت بعد كده ان الناس بتقول له او هو مشهور باسم سيدنا عبيد. وصلت له حد واتنين وتلاتة. بس انا
يعني عارف انت لما تكون بتعمل حاجة غلط وتبدأ ان انت تتعود على الغلط ده. انا بدأت بصراحة احس ان انا عايز اسمع اللي هو بيقوله. كنت عايز اعرف هو بيعمل ايه للناس دي. اول واحدة خالص كانت واحدة ست جاية ومعاها ابنها، بتقول ان هو ما عادش ولا بيذاكر ولا بيلعب. ده كان من الاوائل السنة اللي فاتت، لكن السنة دي على طول متنح للحيطة وما بيردش على اي حد، وان رد بيقول كلمتين ويرجع يسكت تاني، وهي مش فاهمة ايه اللي بدل حاله بالطريقة دي. لقيته بيقول لها إنه ابنها فعلا عنده مشكلة، وإن اللي هو فيه ده بسبب عمل أو حسد، بس بيقول لها برضه إن هو عنده الحل. طلع كتاب كده من تحت المكتب عنده، نفس الكتاب، وقعد إن هو يقرأ منه. بالمناسبة الكتاب ده هو عالج بيه ناس كتير أوي، بس طبعا ده كتاب كله كفر وشرك بربنا. خدت بالي ان الكلام اللي مكتوب في الكتاب عبارة عن ايات من القرآن، بس فيها كلام ناقص وفيها كلام تاني هو استغفر الله هو محرفه، مغير في كلمات القرآن، وفي ايات تانية مغير ترتيبها، وبيقعد يقول الكلام ده كتير جدا وهو مغمض عينه وأكنه بيوشوش حد قدامه. وقعد يعمل كده مرة ورا التانية ورا التالتة لغاية آخر حالة جاتله. كانت واحدة ست ومعاها بنتها، بسبب إن بنتها عملت حادثة وبسببها بقت ما بتقدرش تمشي كويس على رجلها الشمال، وكانت نفسها تشوف بنتها بترجع تمشي طبيعية تاني. فتح برضه الكتاب وقعد يقول الكلام الغريب اللي بيقعد يقوله، وبعد كده ادالها حجاب وقال لها ان هي لازم تحطها تحت المخدة اللي هي بتنام عليها لمدة كذا يوم، ومرة في مرة بنتها هترجع طبيعية تاني ومش هتحس بأي وجع في رجلها الشمال. لكن اللي حصل انه بعد كام يوم اتفاجئت ان ابو البنت هو كمان جه للدجال، وبدأ ان هو يتخانق معاه بسبب ان مراته وبنته جم من وراه. فكان رد الدجال اللي هو انت عايزني اعمل لك ايه، اادب لك مراتك ولا اربي لك بنتك؟ فقال له لا. قال له انا بنتي بتموت، انا جاي لك عشان تلغي اللي انت عملته ده. بنتي من ساعة ما خدت منك الحجاب ده واحنا حرقناه ورميناه، بس برضه بنتي ما بقتش قادرة تنام، بتشوف كوابيس بالليل، حياتها كلها اتبدلت. بنتي ما عادتش قادرة تعيش حياتها خالص. كانت قبل كده بتتحرك بصعوبة شوية، لكن كانت عايشة، لكن بنتي بقالها كذا يوم مش قادرة تنزل من البيت، مش قادرة حتى ان هي تلبس هدومها، بتشوف خيالات سودة وبتحس كل شوية ان حد بينده عليها. انا خلاص وجبت لها دكتور نفسي وجبت لها كذا حد، بس كلهم قالوا ان هي حالتها صعبة اوي. انا حاسس ان بنتي بتروح مني، لو ما قدرتش تعالجها انا هقتلك. رد الدجال كان ان انت ما تقدرش عليا، وان انا ما باجيش بالتهديد، وان انت لو كنت طلبت مني مساعدة كنت هساعدك، لكن دلوقتي انا هخلي الاسياد تغضب عليك. فجأة الراجل طلع السلاح من جيبه وضرب الدجال بالنار، والدجال وقع ميت. طبعا وقع ميت، ما هو بني آدم عادي. اللي حصل ان الراجل اللي ضرب الدجال بالنار بقى واقف مصدوم من الحركة اللي هو عملها، ورمى السلاح بسرعة على الارض وطلع يجري. انا في الاول كنت فاكره هيضربني انا كمان بالنار لان انا كنت واقف وشايف كل حاجة، بس الحمد لله هو من الصدمة زي ما قلت لكم رمى السلاح وطلع يجري. انا بقيت واقف باصص للدجال وعمال اقول ايوه صح، ما لازم دي تكون نهايته، ما لازم يموت عادي جدا. بس انا عملت مصيبة تانية. انا هي والله كانت لحظة شيطان، انا سرقت الكتاب اللي الدجال بيقعد يقرا منه كل شوية، وبصراحة كان عندي فضول اعرف ايه الكتاب اللي بيقدر يساعد اي حد ده. طبعا يا محمود انا مش محتاج اقول لك ان انا غلطت، وان غلطي ده كبير جدا، وان انا مش قادر اسامح نفسي لغايه دلوقتي، ومش معقول ان ربنا هيسامحني. انا خدت الكتاب وطلعت اجري لغايه ما روحت البيت، وبعديها بيومين قررت ان انا افتح الكتاب، وبصراحه قريت منه شويه. كان شبه القرآن جدا، بس كل شوية كان بيقابلني حروف مش في مكانها، أو بتغير معنى الكلمة. انا كنت برضه بصراحة بقرا لغاية ما حياتي كلها اتبدلت. بقيت بشوف نفسي في المراية بشكل واحد تاني، بدأت احس ان انا ملامحي بتتغير، بحس ان انا عمال اعجز، كل يوم بزيد بالعشرين سنة،
ما بقتش فاهم حاجة وطول ما انا ماشي في الشارع وقابل حد يعرفه يقول لي ان انا كبرت في السن قوي وان انا شعري بيشيب. وكمان بدأت الاحظ انه انا بحس ان انا في حد معايا في البيت، بحس كل شويه بنفس حد جنب مني. ساعات فجأة الاقي ان البيت بقت حرارته عالية قوي قوي قوي، مش باختلاف الايام زي مثلا درجات الحرارة، لا، فجأة كده الاقي ان الشقة بقت حر جدا. لغاية ما في يوم لقيت انه في حد من الصالة بينده عليا. طلعت اشوف مين، لقيت كائن شبه الفار بس حجمه كبير قوي، وكانت ملامحه كلها غضب، اكنه متضايق من اللي انا بعمله، وكان شكله مرعب قوي. انا في اليوم ده ما بقتش عارف اعمل ايه، وما عدتش طايق ان انا اشوف شكله ده تاني. انا قررت ان انا اولع في الكتاب، وفعلا انا جبت الكتاب بس بغبائي انا ولعت في الكتاب جوه البيت. انت عارف يا محمود ان انا لسه شقتي بتتشطب وان في اوض كتير فاضيه. انا رميت الكتاب في اوضه ودلقت عليه بنزين وولعت فيه، لكن انا لاحظت ان بقيه الاوض هو كمان عماله تولع. انا ما اعرفش النار دي عماله تيجي منين اصلا، انا ولعت في الكتاب بس لقيت ان في نار عماله تيجي من اوض تانية، اوضه ما جتش ناحيتها اصلا. انا الكتاب قدامي هو بيولع والنار بتاعته مش عاليه قوي، ازاي بقيه الاوض عماله تولع؟ انا كل اللي عملته ان انا طلعت اجري من البيت بسرعه وعرفتك انت وامي، بس انا حاسس ان ربنا مش هيسامحني على اللي انا عملته. انا حاسس ان جزائي عند ربنا هيكون صعب قوي. انا بصراحة قعدت اطمنه ان باب التوبة لسه مفتوح، وان ربنا قادر على انه يغفر لاي حد، بس ده ما يبقاش مجال لاي حد ان هو يبعد عن طريق ربنا. عمر البعد عن طريق ربنا او الشرك بالله كان هو الحل لاي مشكلة. بالعكس، انت كان معاك الحل الاسهل، ان انت تدعي ربنا وان انت تقرب منه. الدعاء هو اللي بيغير القدر، الدعاء وحده. طريق الدجالين لو كان حلو ومتزين في الأول فهو ليه عذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. غضب ربنا منك هيخليك تتمنى ترجع للدقيقة اللي انت بعدت فيها عن طريقه علشان تصلح كل حاجة، لكن للأسف ده مش هيحصل. شكرا متابعين القناة، يا رب تكون القصة عجبتكم. متنسوش تعمل لايك وكومنت جميل، وتعرفنا بقى لو عندك أي قصة رعب كده حابب إن احنا نحكيها. وعلى فكرة في قصص حلوة هتنزل الأيام الجاية. شكرا، مع السلامة. أهلا بيكم متابعين القناة. خلونا نبدأ في القصة على طول. أنا اسمي أحمد. الحمد لله أنا خلصت ثانوية عامة وجبت المجموع اللي يدخلني كلية هندسة، لكن اللي حصل إن الكلية كانت في القاهرة وأنا من الصعيد. اول حاجه جت في بالي ان انا اقعد في بيت الطلبه، بس مش عارف، انا ما حبيتش حاجه زي كده، ما حبيتش ان يكون يعني على اختلاط مع ناس تانية. سميني انطوائي، سميني زي ما تسميني، بس انا ما عجبتنيش الفكره. قلت ان انا اخد شقه ابقى اقعد فيها لوحدي، بس بصراحه الاسعار كانت غاليه قوي. لغايه ما في يوم من الايام انا بدور على شقه جات لي مكالمه من صاحبي مروان، واللي قال لي ان هو عارف ان انا كمان دخلت كلية هندسة زيه، وان هو على فكرة من نفس سني، وبيدور هو كمان على شقة علشان برضه مش حابب فكرة ان هو يقعد في سكن. فانا فرحت جدا، قلت له خلاص، ندور على شقة ونقسم تمنها على بعض. قال لي تمام، انا هبدأ ادور وانت كمان دور معايا. مفيش يومين ولقيته بيكلمني بيقول لي انا لقيت شقة لقطة سعرها خرافي، تقريبا بربع سعر بيت الشقق ومتشطبة اخر تشطيب. الشقة دي تقريبا يمكن احسن بكتير من الشقق اللي احنا حتى عايشين فيه. انا فرحت جدا، وتاني يوم على طول رحت معاه واتفرجنا على الشقة، وفعلا الشقة تهبل، ودفعنا عربون اول 6 شهور. بصراحة مضحكش عليكم، من العمارة نفسها بس هي اللي كانت قديمة شوية. السلم كان ضيق ودايما ريحته مش كويسة كده، أكن محدش مهتم بالعمارة دي، بس عادي ده ما يفرقش معايا في حاجة. البواب نفسه أول ما لقاني بتفرج على الشقة وإن أنا معجب بيها جدا قال لي هو أنت هتسكن فيها لوحدك؟ قلت له لأ، ليه يعني؟ قال لي مش أنت تتفرج على الشقة اللي في الدور الخامس؟ قلت له آه. بس أنا مش لوحدي، أنا معايا واحد صاحبي اسمه مروان. قال لي لا ماشي براحتك، انا ما اقصدش حاجه يعني. قعدنا في البيت، رتبنا حاجتنا. بقالنا بتاع اسبوع ما فيش اي مشكله، لكن من بعد اول اسبوع للاسف بدات المشاكل.
واللي كان يوم اسود يوم ما خدت الشقة دي. اللي حصل ان الدراسة بدأت، واول يوم خالص وانا راجع من الكلية باجي افتح باب الشقة، دخلت قسما بالله مع اول خطوة حسيت ان المكان تقيل قوي، اكن مفيش هوا في المكان ده. قمت داخل بسرعة مفتح شبابيك الأوض كلها، وسبت باب الشقة مفتوح وأنا مش فاهم الخنقة دي جت منين. في الأول أنا ما شكتش في أي حاجة الصراحة، أنا مثلا خفت لا يكون في ماس كهربائي مثلا هو اللي عامل زي حريقة، أو كان في حريقة في شقة قريبة من شقتنا. قعدت أسأل البواب، سألت جيران العمارة، لكن كلهم بيقولوا إنه لأ مفيش أي حاجة، وفعلا الكهرباء سليمة وكل حاجة شغالة في الشقة. بصراحة بدأت أقلق شوية، بدأت أخاف أكتر بالليل لما بدأت أسمع صوت خطوات ماشية على الأرض في الطرقة بتاعة الشقة، ومروان كان نايم وأنا كمان كنت يعتبر نايم. الصوت صحاني تقريبا. الصوت ما طولش كتير، يعني قعد دقيقة بالظبط وراح، فأنا تجاهلت الموضوع الصراحة. لكن اللي حصل إن تاني يوم حصل نفس الموضوع، وأنا خدت بالي إن اللي بيحصل ده حصل الساعة 3 الفجر، وامبارح كمان حصل الساعة 3 الفجر برضه. وفي مرة صحيت من النوم لقيت الصوت جاي من جوه الأوضة نفسها، فتحت النور بسرعة، الصوت وقف تماما، لكن لفت نظري حاجة خلت جسمي يقشعر مكاني. الدولاب كان مفتوح وأنا متأكد إن أنا قافله. أنا كنت مرعوب في اليوم ده الصراحة. قربت من الدولاب واحدة واحدة عشان أقفل باب الدولاب، لكن سمعت نفس الصوت تاني. لفيت بسرعة ما لقيتش أي حاجة، لكن خدت بالي إن كان على المراية ان انا واقف ثابت وما بتحركش، رغم ان انا كنت عمال احرك ايدي ورجلي وبقفل بقفل ضرفة الدولاب بسرعة، لكن انا ظاهر في المراية ان انا ثابت. وشوية وبدأت اضحك. رجعت خطوة لورا وانا برجع اتكعبلت في السرير وقعت، واتخبطت خبطة جامدة، ومروان صحي وجه يشوف ايه اللي حصل. فانا قلت له انا بقالي كذا يوم بسمع حاجه غريبه الساعه 3، زي صوت حد بيتمشى في الطرقه عندنا بره، والنهارده انا شفت حاجه غريبه في المرايه قوي. انا شفتني في المرايه وانا ثابت. قال لي شفت نفسك في المرايه؟ انت كنت مستني تشوف حد تاني ولا ايه؟ فانا قلت له يا عم بلاش استظراف، بقول لك شفت نفسي ثابت وانا بتحرك، وفي الاخر كمان حسيت ان انا بضحك، وده اللي قلقني وخلاني ارجع لورا وقعت. بقول لك يا احمد، ما تحاولش تقلق نفسك بحاجه وهم مش موجوده. انت بيحصل لك الحاجات دي بس عشان نايم في سرير غير سريرك، الشقه ما انتش متعود عليها، يومين هتتعود. قلت له يومين هتعود فعلا. طيب ماشي امشي بقى يا مروان، انا بقيت كويس دلوقتي شكرا. انا بصراحة حسيت انه غلط ان انا اعرف اهلي، يعني انا لاول مرة بسافر ومسافر لمسافة طويلة قوي، وهقعد شهور بعيد عنهم، فهم اصلا قلقانين عليا، فانا ما عرفتهمش. لكن اللي حصل في تاني يوم ان انا سمعت نفس الصوت الساعة 3 الفجر، صوت حد ماشي في الطرقة بره. اللي حصل ايه ان انا طلعت اجري بسرعه على الطرقه عشان اشوف بقى في ايه، اشوف القلق اللي انا فيه ده اخرته ايه، والصوت اللي انا سامعه ده بسبب ايه. ويا ريتني ما عملت كده. انا شفت ست طويله جدا بشكل مستحيل ان هي تكون بني ادم، جسمها رفيع قوي وشعرها مغطي وشها كله، لكن ايديها كانت طويله بزياده شويه عن الطبيعي، لدرجه ان هي كانت بتلمس الارض، وكانت عماله تضحك بصوت عالي. انا بدات انده على مروان، لكن انا حسيت ان انا بكلم نفسي او ان هو مش سامعني. انا خدت بالي برضه ان ما كانش ليها عينين، مكان عينيها كان مجرد سواد، وبقها مفتوح بشكل غريب قوي. انا لقيتها بطلت ضحك وبدات تتكلم، قالت بتعملوا ايه في بيتي؟ انا ما عرفتش اتكلم، رغم ان انا كنت عايز اقول لها ان انا مأجر الشقه دي وان انا ما عملتش حاجه غلط، بس انا صوتي ما طلعش وما عرفتش ان انا اتكلم. فجاه كل حاجه اختفت، وانا صحيت من النوم. يعني ايه انا متاكد ان انا ما كنتش نايم. انا صحيت الساعه 3 لما سمعت الصوت ده، وطلعت عشان اشوف في ايه بره. ازاي دلوقتي انا صحيت وكنت نايم عادي وان ده كان مجرد حلم؟ لا ده ما كانش حلم، انا متاكد. افتكرت حاجه،
بواب العمارة كان طريقة كلامه غريبة جدا، وكان بيحاول ان هو يحذرني من الشقة دي. قلت انا لازم اتكلم معاه، وفعلا تاني يوم رحت اتكلمت معاه. في الاول ما كانش راضي يقول لي اي حاجة، لكن بعد ما حس ان انا بدأت اصعب عليه بدأ انه يتكلم فعلا. قال لي بص يا ابني، هي بصراحة الشقة دي فيها حاجات غريبة فعلا. يعني مثلا من كام شهر جه شاب كده اكبر منك بسنتين تلاتة، كان لسه متجوز، وكان بينقل هو ومراته لشقة تانية، واختار الشقة دي. وفعلا بدأوا ينقلوا العفش، بس لسه ما قعدوش في البيت. لكن اتفاجئنا تاني يوم انه الجزء من العفش اللي هو نقله ده مرمي في الشارع. واتصل بالحكومة وجات ان هم يحققوا علشان يشوف مين اللي عمل كده في العفش بتاعه. لكن انا كنت متأكد ان محدش جه ناحية بيته اصلا. الشقة كانت مقفولة بالمفتاح، وأنا أصلا نومي ملخبط وكنت بصحى بالليل. مفيش حد جه ناحية الشقة بتاعته. تفتكر ده اللي حصل؟ بس لأ، بعدها بشهر واحد الشقة اتأجرت تاني، ومع أول واحد أجرها كان راجل لسه ماسك شغل في شركة هنا جديدة وعايش لوحده. مع تاني يوم بالظبط بيقول إن هو دخل عشان يستحمى، واتفاجئ بصوت صويت عالي جدا جاي من الطرقة بتاعت الشقة. في الاول هو كان فاكر ان الصوت السويت ده ما كانش جاي من الشقه بتاعته، هو كان مفكر انه جاي من الشقه اللي حوالينا، او ان في حد حصل له مصيبه. لبس هدومه بسرعه وطلع علشان يشوف في ايه. لكن هو اتفاجئ انه لا، اتفاجئ انه بقيه الدور اصلا ما كانش في حد ساكن فيه. الدور عباره عن 3 شقق، والشقتين الباقيين كانوا فاضيين. وبقيه العماره محدش زعق او صوت او حصل له اي حاجه. ومن يومها هو قرر انه هيسيب الشقه. تفتكر الموضوع خلصت على كده؟ لا، قبل ما انت تيجي باسبوع واحد، واحدة ساكنة في العمارة اللي قصادنا بتقول ان كل يوم بنتها تطلع تقف في البلكونة وتقعد تشاور لحد. فالام ما اهتمتش قوي بالموضوع، بنتها كانت صغيرة قوي يعني. لغاية ما الام سألتها في يوم انت بتشاور لمين يا حبيبتي او بتعمل كده؟ قالت لها في يا ماما ست عجوزة كبيرة شعرها طويل بتشاور لي كل مرة عشان عايزيناكي والعب معاها. فالست لما حست ان الموضوع ده بيزيد عن حده، يعني مش معقول الصدفة ان كل مرة بنتها تطلع تقف في البلكونة تشوف نفس الست. يعني الست دي ايه، ما بتدخلش جوه بيتها ليه على طول واقفة في البلكونة؟ فنزلت هي وبنتها وجم لغاية هنا علشان يتكلموا معايا ويقولوا لي ان مين الست اللي ساكنة في الدور الخامس. فانا ردي طبعا انت عارفه انه ما كانش في حد ساكن في الدور الخامس، وان هم بقى مش مصدقيني لدرجه ان هم طلعوا لغايه الدور الخامس وقعدوا يخبطوا على الشقه ومحدش فتح. بس انا سالت البنت الصغيره لو ينفع توصف لي شكل الست اللي هي بتشوفها في البلكونه كل يوم دي، وطلعت هي الست حسنى. فانا قلت له مين الست حسنى دي؟ اللي حصل يا ابني، الست حسنى دي كانت عايشه في الشقه اللي فيها المشاكل دي من كذا سنه. حصل ان هي اتخانقت مع جوزها وسافرت تقعد عند اهلها شويه. لكن عرفت من سكان العماره من جيرانها ان الشقه بيحصل فيها حاجات غريبه بالليل. لقيت حد من الجيران بيقول لها بعد اذنكم دي قله ذوق، وطوا صوت الاغاني شويه احنا مش عارفين ننام. فهي قالت لهم لا، انا سايبه البيت بقالي كذا يوم، وجوزي مش من النوع اللي هو بيحب يسمع اغاني يعني. حكت لأهلها واللي قالوا لها إن هو ممكن يكون معاه واحدة تانية. فعلا سافرت من بيت أهلها لغاية بيتها وقعدت تخبط على الباب لغاية ما فتح لها. جريت هي في الشقة وخدت بالها إن هو معاه واحدة تانية فعلا. حصلت خناقة كبيرة أوي ما بينهم وما بين الست التانية اللي هو بيخونها معاه، واللي حصل في الآخر إن هي وقعت على دماغها واغمى عليها. جري هو بسرعة عليها وقعد يسندها على السلم ووداها لغاية المستشفى. لكن هي قعدت بتاع 3 أو 4 أيام في المستشفى وبعد كده ماتت. بس اللي حصل ان هو فضل مكمل مع مراته التانية دي. بس حصل حاجات غريبة. كذا مرة يشوف مراته اللي اسمها حسنى موجودة في المراية، كل ما يبص المراية بيشوف حسنى. كذا مرة هو نايم يفتح عينيه يلاقي ان اللي نايمة جنبه هي حسنى مش مراته التانية. كذا مرة يتكلم مع مراته ويلاقيها بتتكلم بصوت نفس صوت حسنى بالظبط، لدرجة ان هو بقى بيترعب منها وطلقها. لكن تفتكر الموضوع خلص على كده؟ لا،
الست التانية دي أول ما روحت بيت أهلها خدت بالها إن في حريقة قوية أوي جاية من البيت اللي أهلها عايشين فيه، ودخلت جوه البيت بسرعة عشان تلحق أهلها. لكن اللي حصل إن أهلها أصلا ما كانوش جوه البيت، وإن هي ماتت في الحريقة. هو أول ما عرف اللي حصل لمراته التانية بدأ إن هو يتجنن، وبدأ يحكي لأي حد يشوفه على اللي بيحصل له ده. لدرجة يا ابني إن هو حكالي أنا بواب العمارة، حكالي حاجة زكاة ليا. وكأن يا ابني مراته الأولانية اللي هي الست حسنى كانت قصدا إنها تفضحه. وبعد ما حكى للناس كلها تقريبا، العمارة كلها صحيت في يوم على حاجة تتهبط جامد في الشارع. كلنا طلعنا نبص فيه ايه، لقيناه هو رامي نفسه من الدور الخامس، وطبعا سايح بدمه وميت. انا اللي كان على لساني ان انا بدأت ازعق البواب ده: انت جاي تقول لي دلوقتي؟ انت لما شفتني كذا مرة وانا واقف في الشقة دي وبتفرج عليها ليه ما قلتليش؟ ازاي كل المصايب دي حصلت وصاحب الشقة اصلا لسه بيأجرها لغاية دلوقتي؟ وهو اصلا مين صاحب الشقة؟ قال لي صاحب الشقة يبقى اخو الراجل اللي رمى نفسه في الدور الخامس، هو ده اللي وارث الشقة. واقول لك على حاجة، هو بيضحك عليك، هو مش طيب ومش محترم ومش غلبان ولا اي حاجة. لو اتصلت بيه دلوقتي عشان تكلمه في موضوع الفلوس مش هيرد عليك اصلا. طلعت عشان اقول لمروان على اللي أنا سمعته واحكي له على الخيبة اللي احنا فيها، وان احنا ضيعنا فلوس اهلنا، وفي حد اصلا يدفع في شقة 6 شهور من غير ما يعرف كل اللي فيها ده. تفتكروا بقى مروان يقول لي ايه؟ يا عم حيلك حيلك، مفيش طبعا كل اللي انت بتحكيه ده اللي انت عمال تقوله ده فيلم هندي. تلاقي البواب جايب مشتري كويس للشقة ولا حاجة. قلت له تمام، براحتك، انا هاخد هدومي وامشي دلوقتي، وبشوف اي شقة تانية بعدين، ولو على الفلوس اللي انا دفعتها انا مش عايزها. قال لي يا سلام، حلو اوي يا عم، تبقى ريحتني والله، اتفضل. انا فعلا مشيت، وبعد ما وصلت الموقف وركبت وانا على الطريق بعدها بساعة كده لقيت مكالمة جاية من مروان. قلت هو عشان اتكلم معايا بطريقة وحشة فجاي دلوقتي يقول لي اي كلمتين حلوين يعني. رديت عليه لكن كانت الصدمة. سمعت عمال يصرخ بصوت عالي قوي، وعمال يستنجد بيا ويقول لي ان انا كنت صح، وان هو شايف الست شعرها طويل قوي في الطرقة وبتهدده ان هي هتقتله، وهو خايف يطلع من الأوضة. انا قلت له ما تطلعش من الأوضة فعلا، وحاول تقول ان انت هتسيب الشقة فعلا، هي بتهددنا عشان مش عايزة حد يقعد في بيتها. اسمع الكلام بس واعمل اللي انا بقولك عليه، ما تخرجش من الأوضة، وقول بصوت عالي ان انت هتسيب الشقة فعلا، وفعلا تسيبها بكرة. قال لي حاضر. وتاني يوم عرفت من مروان ان هو ساب الشقة فعلا. والحمد لله الحمد لله القصة خلصت على كده. انا بكتب لكم القصة دي علشان احذركم. حاول الاول ان انت تسأل عن الشقة اللي انت تسكن فيها، واوعى تقرب من شقة الست حسنى. شكرا متابعين القناة، يا رب تكون القصة عجبتكم. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، واستنى في حلقات وقصص جديدة ان شاء الله برضو تعجبكم جاية قريب. اهلا بكم متابعين القناة، يا ريت نتابع القصة دي للنهاية عشان نعرف العبرة منها. خلونا نبدأ في القصة على طول. انا اسمي امين، واختي اسمها زينة. لو رجع بيا الزمن كنت كسرت الباب عليها قبل ما تخرج من البيت، بس خلاص اللي حصل حصل ومفيش رجوع. زينة كانت اختي الكبيرة، بنت محترمة وطيبة ومؤدبة، بس حياتها كانت واقفة عند نقطة معينة وهي الجواز. كل ما تيجي خطوة لقدام ترجع 10 لورا، خطوبة تبوظ، عرس يختفي، كلام يتقال من غير تفسير. مع الوقت بدأت الناس هي كمان تتكلم: معلش اصل مفيش نصيب، معلش اصل قطر الجواز كده فاتها خلاص، ممكن في حاجة. كلام زي السكاكين بيجي من ناس كبيرة ما انتش قادر ترد عليها. انا كنت شايف كل ده، كنت شايف اختي وهي قوية قدام الناس، بس بالليل كنت بسمعها وهي بتعيط. لغاية ما في يوم اختي قررت ان هي تاخد طريق فيه شرك بالله، وتروح لواحدة بيقولوا عليها مبروكة اسمها خضرة، لكن اللي حصل ان هي دجالة. قعدت احاول احذرها وامنعها، اللي عايز اي حاجة بيدعي ربنا بيسعى، لكن يمشي في شرك بالله، يمشي في طريق هيخسر بيه اخرته وهيخسر بيه في الدنيا برضه،
لما يبعد عن طريق ربنا. المهم حصل اللي حصل، وفي يوم خرجت من ورانا كلنا، راحت للي اسمها خضرة دي. رجعت من عندها ساكتة بشكل يخوف، مش زينة اللي احنا نعرفها. سألتها مالك في ايه؟ فضلت ازن عليها لحد ما عرفت. قالت ان هي اول ما دخلت الخضرة قالت لها ان انت جايالي بسبب موضوع الجواز، وان حالتها مش عادية، وان بابها مقفول فعلا، وان الحل الوحيد هو ان هي تروح المدافن بعد المغرب وتقعد تصوت، وبعد كده تطلب اللي هي عايزاه. انا قعدت احذرها ان اللي هي عملته في الاول غلط، ما كانش المفروض تروح اصلا، وان الست دي بتبيع لها الوهم. على فكرة زينة لسه ما راحتش الطرق، بس بعد ما جت من عند الدجالة دي بيومين بدأنا نلاحظ حاجة غريبة، ان زينة على طول عمالة تسرح وتبص حوالين منها، ولاحظت بالليل كمان ان هي بتكلم نفسها، لغاية ما فجأة واحنا قاعدين بناكل لقيناها بتقول اهو هو واقف هناك اهو. فأنا سألتها مين ده؟ مالك يا زينة في ايه؟ انت حالك متغير بقالك يومين. وفي يوم من الايام دخلت اوضتها وقفلت عليها الباب لمدة يوم كامل. كسرنا الباب ولقيناها مقطعة الملاية على شكل دايرة، وكاتبة جوه الملاية اسماء مش مفهومة وحروف متفرطة وكلمات معكوسة. انا وقتها فهمت خلاص ان انا كده بخسر اختي، في حاجة غريبة بتحصل لها. ومن اليوم ده انا قررت اراقبها من بعيد لبعيد غير ما تحس. في يوم من الايام لقيتها ماشيه ناحيه المدافن، بس المره دي ما كانتش ماشيه، كانت كانها بتتسحب علشان ما حدش يشوفها. مشيت من شوارع فاضيه جدا غير طبيعيه، ما حدش بيمشي من الشوارع دي اصلا. كل ما نقرب من المدافن موقف صعب، والمدافن دي ما بحبش ادخلها اصلا، بحس ان الجو بيتقل، كأن الهوا نفسه ما عادش موجود. وانا وراها اول حاجه سمعتها منها كانت همس، لقيتها عماله بتوشوش الحيطان. وبعد ما خلصت وشاشة بدأت إن هي تصوت بصوت عالي أوي. وإمتى بطلت تسكت بقى؟ لما سمعت كذا صرخة بتيجي في وقت واحد، أكيد في بنات تانيين واقفين جنبها وعمالين يصرخوا. فجأة هي تسكت، وأول ما الصوت يسكت ترجع تصرخ هي تاني، لغاية ما الصريخ يزيد والأصوات تدخل في بعض، تقوم هي ساكتة. وقعدت تعمل الحركة دي بتاع 10 مرات. هتقولولي وانت ليه سبتها تعمل كل ده؟ هقول لكم، ما هي زينة بعد ما كانت بتوشش الحيطة خدت بالي ان في بني ادم لابس ابيض فابيض واقف وراها، وكان راعبني جدا. وكل ما اقرر ان انا اقرب من زينة علشان احاول ان انا اخليها تسكت او تبطل اللي هي بتعمله ده، احس ان هو بيضير عشان يبصلي. بصراحة خفت، لكن اول ما اختفى انا جريت عليها بسرعة وقمت شددها ناحية البيت بتاعنا. زينة من الليلة دي بقت أسوأ. بعد ما حكيت لأهلي قالوا إن إحنا لازم نعرضها على دكتور نفسي، أو الأحسن إن إحنا نعرضها على شيخ. بدأنا نلاحظ إن زينة تقعد تبص في السقف وتضحك فجأة وبعدين تعيط. وفي مرة قالت لي هو بيقول لي ارجعي تاني. قعدت أزعق فيها بطلي بقى، فوقي، أنت عارفة أنت بتعملي إيه؟ كل ده عشان الجواز والزفت. وأنا ولا أكني بتكلم، هي أصلا مش بصالي وبصة في السقف على طول. واكنها كمان بدات احس ان هي مش سامعاني، لا انا ولا ابويا. وقررنا فعلا ان احنا نحبسها في البيت لغايه ما يجي لها شيخ او دكتور يشوف علاجها ايه. المره دي نطت هي من الشباك. على فكره احنا كنا عارفين ان حاجه زي كده ممكن تحصل، وكنا حاطين قفل على الشباك. هي كسرت القفل ازاي الله اعلم. احنا لقينا القفل متكسر 100 حته ومرمي على الارض. طبعا جرينا على المقابر، ما انا عارف ان هي هتروح هناك، انا وابويا واخويا وكل اهل البلد كلهم. احنا خلاص اتفضحنا وكل حاجه بقت معروفه. وصلنا هناك لقينا زينة بتصوت بصوت غير طبيعي، اكنها ماسكه اغلى ميكروفون في العالم. القبور كانت شبه مفتوحه، التراب كان بيتحرك اكن في عاصفه جوه المدافن. اللي حصل ان احنا بقينا كلنا مرعوبين، اكن خلاص الارض هتتشق وتبلعنا. المرة دي ظهر الراجل تاني، الراجل اللي انا بخاف منه، اللي كان لابس ابيض فابيض. بس انا لاحظت المرة دي انه كان ليه كذا ضلع على الارض، كلهم ضلال لونها اسود بس اكن حد لابس ابيض. فجأة زينة بصيت لي وقالت لي انت شايفهم المرة دي؟ قلت لها انت تقصد ايه؟ لكن انا فهمت ان هي تقصد ان الشخص اللي لابس ابيض ده بتقول لي انت شايفه ولا لا. فانا تلقائيا قلت لها زينة بتقول لي لا دول اكتر من واحد، المفروض اشوف واحد، انا مش فاهمه حاجه. زينة بعد كده بتجري عليا، حسيت ان هي فاقت
بتقول لي الحقني، انا حاسه ان انا عملت مصيبه، انا مش قادره اتخلص من اللي انا فيه ده. على طول قلت اكيد الحل هيبقى مع خضرة دي. دورت على بيت خضرة بس انا مكنتش لاقيه. رجعت تاني لاختي وبسألها على البيت، قالت لي انا هوصف لك المكان بس انا مش عايز اروح هناك تاني. قلت لها ايوه صح كده. وصفت لي المكان. رجعت ادور على الخضرة دي، البيت كان فاضي بس كان في حاجة غريبة، الجدران كان عليها اثار ايدين بالدم وكلام غريب مكتوب على الحيطان. قعدت ادور في البيت على الخضرة دي بس انا ما لقيتهاش. مبقتش عارف هي اختفت ولا راحت فين. رجعت البيت وانا في عيني حسرة ان انا مش عارف اساعد اختي. حتى الست اللي بالتها بالبلوى دي اختفت موجودة في البيت. بدأت ألاحظ إن زينب بتتكلم بصوتين، الصوت الطبيعي بتاعها وصوت تاني غريب عميق أوي، صوت مخيف. لغاية ما حصل إن زينب أختي راحت تضرب تاني وقعدت تعمل نفس الكلام، توشوش في الحيطان وتصوت، لغاية ما فجأة ظهر لها حد غريب، شخص بني آدم طبيعي جدا، وقعد يحذرها إن اللي هي بتعمله ده كده غلط. بس المرة دي هي راحت من ورانا، حتى ما كنتش عارف ان هي سابت البيت. لما روحت قالت ان هي شافت بني ادم وقعد يحذرها انه كده ما ينفعش وان كده غلط، وهي بقت خايفة منه جدا، يمكن خايفة منه اكتر من الشخص اللي بيبقى لابس ابيض اللي بيظهر لها من العدم. اللي حصل ان هي بدأت توصف اشكال الراجل ده، لكن كان الصدمة ان ده شخص ميت وكان صاحب ابويا وابويا عارفه. زينب قعدت تصوت وعرفت ان هي كده خلاص هي عملت حاجة كبيرة اوي تغضب ربنا. راحت تجري في الشارع لغاية ما في عربية خبطتها وماتت زينب، واحنا كلنا حياتنا وقفت من بعدها، ما بقيناش عارفين نعيش. بقينا متأكدين ان احنا كان لينا ذنب في اللي حصل لها. يمكن كان ساعات اهلي بيضايقوها بالكلام عن الجواز، يمكن بسبب كلام الناس كان ممكن نمنع الناس عنها، يمكن بان احنا اصلا ما حفظناش عليها من الست اللي راحت لها دي. لكن اللي لازم اقوله لكم انه يا جماعة اي مشكلة في الحياة، مرض، رزق، شغل، جواز، اي حاجة فيها تأخير، مفيش حاجة اسمها حل سحري، مفيش حاجة اسمها تنام وتصحى وتلاقي كل حاجة اتحلت. لازم صبر وسعي ودعم من ناس انت بتثق فيهم وناس عاقلة بجد، وتبعد عن اي حد بيحاول ان هو يحبطك. القرب من ربنا والدعاء هو الوحيد اللي بيغير القدر. اللي بيبعد عن طريق ربنا لا بيفلح لا دنيا ولا آخرة. القصة دي على فكرة هي الحمد لله خيالية مش حقيقية، لكنها معمولة للتنبيه انه طريق الدجالين مهما تزين او اتقال ان هو حل سريع وكويس، فهو في الحقيقة ده طريق بيضيع الانسان اكتر ما بيساعده، بيبعده عن ربنا وراحة القلب وراحة البال. شكرا متابعين القناة، كده قصتنا انتهت ويا ريت نكملها للآخر عشان نسمع العبرة اللي فيها. بشكركم جدا على حسن الاستماع، ويا ريت لو القصة عجبتك تعمل لايك وكومنت وما تنساش تشترك عشان لسه في قصص كتيرة جدا هتنزل فترة قريبة.